يا ترى ايه السن المناسب اللي انا اقلع ابني الدايبرز فيه؟ طب يا ترى ايه اللي اعمله ايه اللي ما اعملوش؟ صباح الخير عليكم. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي المفروض يتعمل واللي ما يتعملش، وايه السن المناسب للتدريب ابني او بنتي على البوتي تريننج او قلع الدايبرز. هنقعد نتكلم النهارده على حبه حاجات يا ريت نحطها في الاعتبار. اول حاجه ايه السن المناسب وازاي اعرف انه مناسب ان ابني يقلع الدايبرز فيه؟ خلي بالكم بس انا هعيد على حاجه تانية، كل طفل مش زي التاني، كل طفل مختلف وقدرته مختلفه، مش تقليل خالص من ابنك او ابني مش زي فلان، لا خالص، ده الطبيعي. طب نرجع تاني لموضوعنا، السن المناسب ان الولد او البنت يقلعوا الدايبرز. في ناس بتقلع الدايبرز من سنه ونص ممكن لغايه سنتين. طب هل ده مناسب مش مناسب؟ في ناس بتنفع معاهم وفي ناس لا. طب برضو تاني ايه السن المناسب؟ بصوا يا جماعه، دي بتبقى عضلات، ودايما بيبقى الطفل مستعد اكتر ان هو يتدرب على اللي هي زي عضله الامعاء، اللي هي تويلت، يعني عضله الامعاء بيبقى قادر ان هو يتحكم فيها اكتر، ودي بتبقى من سنتين ل3 سنين، بيبقى الوضع احسن بكتير. لكن تويلت العادي بتبقى صعبه شويه، فبتاخد منه ممكن من 3 ل4 وممكن توصل معاه ل5، وبيبقى في ساعات ناس بتاخد معاهم اكتر من كده. طبعا حضراتكم بالنسبه لفلوس الدايبرز اللي مبهدله اقتصاد البيت، وبالنسبه للي حاصل فينا حاليا من حاجات كتيره، الكلام ده طبعا مع ناس كتير غير مقبول، وان شايفين ان ده سن كبير قوي ان الولد يقلع دايبرز عنده 5 سنين، لا حرام عليكي ومش عارفه ايه. طب نعمل ايه؟ طيب بصوا بالراحه بس، اهدوا. في حاجه اسمها الاستعداد الجسدي والاستعداد النفسي للطفل علشان يقلع الدايبر. الاستعداد الجسدي ودينا قلناه اللي هي ان هو يتحكم في عضلاته. الاستعداد النفسي بتاعه بقى ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نتكلم معاه، يكون عارف يتكلم، يعبر عن نفسه، انه يقول لك ولو حتى بالاشاره انت كأم بتبقي فاهمه، لا انا عايزه ادخل التويلت، لا انا اتبليت، وتحسي ان هو متضايق جدا ان هو اتبل، او ان هو متضايق من ان هو لا عامل على نفسه جوه في الدايبرز ويقول لك غيري لي الدايبرز وكده، ده معناه ان هو مستعد نفسيا لحاجه زي كده. في ساعات ابني ببقى خلاص مدرباه وبقالنا شهر سوبر، الولد سوبر ما بيعملش على نفسه، ومره واحده الاقي ايه ده عمل تاني على نفسه، وايه ده واحنا رجعنا من اول وجديد، وتحس بالانهيار العاطفي النفسي، انا مش هرجع اعمل كل ده تاني. لا بصي يا حبيبه قلبي، ساعات الطفل بيبقى داخل على برد، داخل على مود مش كويس، بيسنن، ده بيؤدي ان اكسيدنت هابن، او ان بيحصل غصب عنه بيعمل تويلت على نفسه. ايه الحاجات اللي ممكن تستمر بعد ما ادرب ابني او بنتي، او بتبقى في الفتره اللي انا بدربه على البوتي تريننج فيها؟ فتره الليل. فتره الليل دي انا بقول لكم افضل حاجه ان كنتوا تلبسوا ابنكم الدايبرز، وفي النص الليل كده هتدخليه يعمل التويلت اللي هو عايزه، وبعد كده تلبسيه الدايبرز تاني، وبعد كده تقلعه. ده في الليل بقى، تمام، حلو قوي. ايه الحاجات طب المفروض ان انا اعملها والحاجات اللي المفروض ما اعملهاش خالص في الفتره دي؟ بس اول حاجه لازم تعرفي ان انت نفسك مرايه لابنك، يعني لازم تبقي هاديه وبالراحه، وما تحسيش ان انت في سباق ولازم يتعلم، ده انا فاضل لي شهر، ده انا فاضل لي شهرين عشان يدخل الانترفيو بتاع المدارس ويبقى قالع الدايبرز. اهدي على نفسك بالراحه، انت طول ما انت ستريسد هو كمان هيبقى ستريسد، مش هتعرفي تعملي اي حاجه. تمام، نرجع تاني، اللي المفروض يتعمل والمفروض ما يتعملش. اول حاجه المفروض يتعمل ايه؟ انك انت اول حاجه بتعمليها بيبقى فيه قصص، للاسف ما فيش قصص بالعربي، بيبقى فيه قصص اجنبي، بيبقى فيها ازاي الطفل بيدخل التويلت، بيبقوا عاملين زي صوت كده اللي هو عارفه السيفون وهو بيتشد، بيحبوا صوت السيفون قوي، صوت السيفون كده وهو بيتشد، ايه الخطوات اللي المفروض يعملها، تاخديها في الاول كقصه، بعد كده تقولي له ايه رايك، طب انت مستعد ان احنا نجرب؟ تعالى لو كانت بنت دخليها معلش معاكي التويلت الاول تشوفك انت بتعملي التويلت ازاي، وايه الخطوات اللي انت بتعمليها، بتشدي سيفون، بتغسلي ايدك. لو كان ولد خليه يدخل مع باباه يشوفه هو بيعمل ايه. ثالث حاجه تحاولي على قد ما تقدري تعملي توقيت، وتزودي التوقيت ده بعد كده، يعني تخلي التوقيت كل نص ساعه بطريقه لذيذه كانها لعبه وكانها حاجه حلوه وفن. بعد كده نزود كل ساعه، وما تفضليش بقى طبعا تقعدي 3/4 الوقت نص ساعه في الحمام حضرتك، لا خالص، هي 5 دقائق ل 10 دقائق، ما عملش خلاص، وده كمان كتير. حاول على قد ما نقدر لما ننجح ان شاء الله وربنا يكتبها لك ان شاء الله وتنجحي في التدريب، ممكن بقى ستيكر صغير، برافو، بلاش تعملي حاجه كبيره قوي والله ننزل نجيب لعبه، لا، لان كده هيبقى مستني ان كل مره بيعمل فيها حاجه صح ان انت هتديله مقابل ليها، فبلاش الموضوع ده خالص. فدي طب دي بالنسبه للحاجات اللي المفروض نعملها. ايه الحاجات اللي المفروض ما نعملهاش؟ اياكوا والضرب، ممنوع، لا ضرب ولا زعيق خالص. تعبانه حاسه ان انت عندك انهيار عصبي ونفسي، اطلعي بره خالص، اقفلي على نفسك، عدي من 1 ل10 وادخلي له تاني. بلاش خالص ان انت ترجعي تاني تلبسي الدايبرز وتقولي خلاص انا زهقت، لا خلاص مش مستعده، لا، ما دام قررتي انك انت تعملي حته البوتي تريننج وتقلعي الدايبرز تستمري عليها ان شاء الله هتوصل. ارجو يا رب ان انا اكون افدتكم. شكرا.